عليكم. اليوم غنقدم لكم وصفه لتصفيه البشره. مواد بسيطه كنحتاجوها، كتكون في الدار، يعني ما كنشريوش شي حاجه من الزنقه. دونك غنحتاجو 2 معالق ديال عصير حامض، اولا مقدار ديال نص حامضه، 2 معالق كبار ديال الدقيق ديال العجين ابيض، و2 معالق ديال الحليب كنصح انه يكون كامل الدسم، يعني مثلا يكون كامل ماشي نص الدسم ولا هذا، لان كيكون فوائد ديالو كثر. اول حاجه غادي ناخذ الدقيق، والاول الدقيق كنخويو فوق منه 2 معالق ديال الحليب وتنحركو هكذا. كنحاول انني ننعسها بحال هكايا باش الحبيبات يتجانسوا ديال الدقيق، ما يبقاش مشكل ديال التكبدات. من بعد كنحصل على العجينه، كنضيف ليها مقياس ديال نص حامضه اولا 2 معالق كبار ديال الحامض هو هذاك، يعني كاين حنا معروف عندنا في المغرب بالحامض، وهو الليمون الاصفر، او الليمون الحامض. تنبقى نحرك تتجانس مزيان. يعني كتشوفوا دابا كتجانس الوصفه ديالنا وكتولي شاده في بعضياتها، يعني بحال هكذا. هاد الوصفه ممكن ان نديرها قبل الحمام، يعني قبل ما نمشي للحمام، قبل العومان، او وراء الحمام بواحد 2 سوايع ولا 3. تديرها لمده ربع ساعه، يعني 15 دقيقه. هاد الوصفه مزيانه لتصفيه الوجه وهكا، يعني مزيانه لتصفيه البشره. تقدر دير الوجه ولا الرقبه، حتى الرقبه. كنتمنى انها تنفعكم، وشكرا.